قال وبها يرزق كل شيء، وبها يرزق كل شيء. وهذا أيضا فيه فائدة عظيمة، أن هذه الكلمات من أعظم أبواب الرزق، من أعظم أبواب الرزق، أعظم ما ينال به العبد رزقه وسعادته في الدنيا والآخرة تسبيح الله بحمده، أن يقول سبحان الله وبحمده، منزها ربه، حامدا له، مثنيا عليه، معظما له جل وعلا. هذا أعظم أبواب الخير والسعادة والرزق والهناء في الدنيا والآخرة. قال وبها يرزق كل شيء. ثم ذكر مكانة هذه الكلمة العظيمة، وتأمل رعاك الله، قال فإنها أي سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء. سبحان الله وبحمده صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، والكلام يمضى على ظاهره ويؤمن به كما جاء،